السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إلى هذه الحلقة من ملفات البرنامج الذي يأتينا ودائما إن شاء الله عبر شاشة المجد في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، في ملفات نراجع مستجدات الأحوال مرة بالتفصيل ومرة بالإجمال، نتقصى الإسناد والدليل ولا نأبه للقيل والقال، ننطلق من الخبر والتحليل إلى خلاصة وفصل مقال، وهدفنا رؤية بسيطة ومحددة في عالم كثير التفاصيل. لكن السؤال اليوم: كيف يمكن الوصول إلى هذا الهدف؟ كيف للكلمة أن تصل إذا كان العالم كله يمكن أن يسمعها، بينما أصحاب الكلمة لا يمكن أن يسمعوها؟ لا يمكن للشهداء الأحياء والشهداء الذين انتقلوا إلى الرفيق الأعلى في حمص وفي المدن السورية المقاومة أن يتابعوا حلقتنا هذه، إذ انقطع عنهم كل شيء. انقطع البث التلفزيوني، انقطع الماء، انقطعت الكهرباء، انقطع الغاز، انقطعت الطرق، حتى الهواء يحرقه الآن بشار الأسد، كأنه يستكثر على سكان حمص وعلى سكان مدن سوريا أن يتنفسوا. كيف يمكن للكلمة أن تصل إذا كان العالم كله يصم أذنيه عن سماع نداء الإنسانية؟ أقول لهم: إن لم تكونوا ثوريين فكونوا بشرا، إن لم تكونوا عربا فكونوا بشرا، إن لم تكونوا مسلمين فكونوا بشرا. سوريا الآن شعب يذبح، شعب يقتله جلاد، بل أكثر من جلاد. جلاد في الداخل يصر على أن يبقى رئيسا وعلى أن يتمسك بسلطته ولو أقامها على عرش من الجماجم، وجلاد من الخارج ربما هو الأسوأ في التاريخ، يتمثل في روسيا التي تريد أن تشعل حربا باردة أخرى، حربا باردة جديدة تشعلها الآن روسيا وتتخذ من حرارة الدم السوري وقودا لها. يخجل المرء حين يتابع ما يجري في سوريا، يشعر بالعجز الشديد، يشعر أنه غير قادر حتى على البكاء ربما، لأن البكاء فعل إيجابي، ولأن المتاح الآن في ظل هذا الحصار هو أن تشاهد. لكن إلى متى يمكن للعالم أن يشاهد؟ أود قبل أن أرحب معكم بضيفي وضيف غال وعزيز، أود أن أقرأ عليكم ما كتبته مجلة The Economist البريطانية وجعلته موضوعا لغلافها. مجلة The Economist البريطانية الاستعمارية تحرك قلبها، هكذا تحرك قلب حتى المستعمر. فماذا نحن فاعلون؟ أقرأ عليكم بعض سطور مما قالته The Economist في موضوع غلافها. قالت: في حمص يدفنون موتاهم تحت جنح الظلام خوفا من أن يصبح المشيعون أنفسهم هم الضحايا التالية. قوات النظام السوري تستعد للإغارة على المستشفيات الميدانية في المدينة التي تلطخ الدماء أرضها بالفعل. الثوار في حمص لديهم بنادق، ولكنها ليست ندا لدبابات الجيش، وبرغم ذلك يبدو أن المجزرة لا تؤدي إلا إلى زيادة يقين سكان المدينة بأن عنف الدولة لا يمكنه أن ينتصر على الإرادة الشعبية. عنف الدولة لا يمكنه أن ينتصر على الإرادة الشعبية، حتى لو تذرع هذا العنف وتدرع بعنف دولة أخرى، حتى لو أتى بروسيا وبالصين ظهيرا، حتى لو كان هناك محور يمتد من روسيا إلى الصين إلى إيران مرورا بالعراق إلى سوريا، كما كتبت مجلة أخرى هي مجلة أكسيون التركية، والتي سنعرج على ما كتبته لاحقا. لكن دعوني وما دمنا تحدثنا عن حمص أن أرحب معكم بضيفي وبضيفكم، بل بصاحب البيت، الأستاذ محمد مأمون الحمصي، النائب السوري المستقل دائما
والسابق حتى هذه اللحظة، والذي سنسعد به قريبا إن شاء الله صوتا يدوي معبرا عن الشعب السوري تحت قبة البرلمان كما عبر عنه دائما حتى في هذه الأيام العجاف. أرحب معكم بالأستاذ محمد مأمون الحمصي، سجين الرأي السابق والمدافع حاليا ودائما عن حرية بلاده. أستاذ مأمون الحمصي، مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، شكرا لك أستاذ محمد. وبستغل الفرصة هي لأتشكر قناة المجد بالحقيقة وكل القنوات اللي واقفة مع الثورة، لكن المجد هي مجد للدين ومجد للعرب ومجد للناس. العفو، هذا هو واجبنا دائما أستاذ مأمون الحمصي. ويعني قبل أن نبدأ هذه الحلقة، هناك خبر ورد في الساعات الأخيرة عن صدور أوامر من الخارجية السورية. السيد وليد المعلم وزير الخارجية أصدر أوامره إلى الدبلوماسيين الذين يشك النظام السوري في ولائهم بأن يرسلوا عوائلهم إلى سوريا لتصبح دروعا بشرية حتى يضمن ولاء هؤلاء الدبلوماسيين وحتى لا ينشق هؤلاء الدبلوماسيون عليه. نريد منك أن تحدثنا أولا عن تفاصيل هذا الخبر. يا سيدي الكريم، نحن حتى نوصف النظام نظام إرهابي مجرم متوحش. ما في حدا من أي دبلوماسي خارج سوريا إلا له رهائن عند النظام، بس لما اشتد الأمر هلأ فصاروا حتى بدهم الدائرة الأولى، يعني حتى أطفاله وزوجته صار بدهم إياهم يرجعوا، لأنه هن بحالة هستيريا وفاقدين الثقة حتى بنفسه. نعم، يعني إذن هناك، يعني الخبر صحيح أولا. نعم الخبر صحيح، وهناك الآن رغبة في استعادة قرابات الدرجة الأولى إلى سوريا حتى يظلوا رهائن من عوائل معينة يعني هذه هي العوائل التي لا يضمنون ولاءها. يعني هن بالأكيد ما بيحطوا واحد ما يضمنوا ولاءه، لكن الحالة هي اللي أصبحت الآن يعني بحر من الدماء، وحشية ما بعدها وحشية، يعني عم ياخذ احتياطات أكثر. كل هالشيء هذا ما حيفيده بشيء. يعني أكيد أن النظام السوري لا يضع دبلوماسيا أو لا يضع أي شخص في منصب إلا إذا كان ضامنا لولائه، لكن أكيد أيضا أن وحشية المجزرة كما تفضلتم يعني قللت من دوائر الولاء وجعلت حتى بعض من كانوا صار في حالة من الضياع. نعم، هناك حالة من التوتر، هناك حالة من التفلت، هناك بالتأكيد من لا يرضيهم ما يجري. أكيد يعني أي واحد عاقل صار الموضوع محسوم يعني عند الشعب، وما حيقدر حدا يكسر إرادة الشعب السوري البطل. نعم، الأستاذ مأمون الحمصي، أعطنا صورة عما يجري الآن على الأرض في حمص، في إدلب، في ريف دمشق،